عملت هالحلو من يومين بس ما عرفت سميه، بدكم تساعدوني نلاقي له اسم. مكوناته غريبة شوي رح تستغربوا، بس طيب وصحي وكتير مفيد. نبدأ بالكراست اللي بدها تكون من تحت، البيز تاعولا. أول شي حطيت رايس كيك أسمر جلوتين فري، حطيت كوب من اللوز ونص كوب من الجوز، 5 تمرات، فانيلا، قرفة، واستعملت الحليب النباتي الصحي من البرو معمول من الشوفان. أي حدا عنده مشكلة بمعدته بيتضايق من الحليب العادي بيقدر يستبدله بهيدا الحليب، طعمته ولا رح تختلف وبعد رح تكون أطيب. أخذت منه نص كوب، وهيدي البيز بنطحنها لتصير عنا عجينة. قصيت ورقة زبدة لحطها بأرض قالب التارت اللي عم استعمله، وحاولوا هيك دهنوا الحواف. ومديت العجينة بهيدي الطريقة أسهلكم كتير، تطلع متساوية من كل الجهات، وقلبتها بقلب القالب. منزبطها، منشيل الأطراف الزايدة، منحطها بالفرن، الفرن حامي من قبل 5 دقايق بس هيك تتحمص شوي. هلا منجي للفيلينج. منا 150 جرام دارك شوكولات نوعية طيبة وممتازة، بتحبوها بشكل عام. نعملها بان ماري، وعندي حبتين افوكا منقطعهم ومنحطهم بقلب البلندر، ومنضيف عليهم نص كوب من الحليب النباتي اللي استعملته البرو، فانيلا، الشوكولا اللي ذوبناها، وحطيت كمان ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ميبل سيروب ملعقتين، او فيكم ما تزيدون هول الملعقتين، تكتفوا بس بحلاوة الشوكولا. ونحن وعم نخفقهم كمان منمرق نص كوب حليب تاني من البرو، هيك بنكون ضفنا كوب كامل من الحليب. هيك جاهزة البودينج، افوكا بودينج خلونا نقلها. الكراست بعد ما طلعناها من الفرن حطيت لها موز، ورجعت البودينج حطيته فوقها. شوفوا قوامه قديش حلو. ورجعت على البراد لتبرد شي ساعة ساعتين، وبترجعوا بتزينوها مثل ما بدكم. أنا ليكو قديه سامبل كيف زينتها، بس حبة ستروبري وبلوبري على جنبها، وهيك نعناع. وقدمتها كتير طيبة، طعمتها جديدة، رح تستغربوها بس عن جد طيبة كتير كتير. وأهم شي إنها صحية، يعني بتاكلوا أنتو مبسوطين.